يوم زارنا زار قباني غرناطة توقف عند قصر الحمراء. قصر الحمراء اللي شيده الملك الغالب بالله مؤسس دولة بني نصر، يرجع إلى الخزرج من الأزد. قابلته مرشدة سياحية جميلة جدا، وأخذته وقامت تدله على أبرز معالم القصر، وتبغى منه حالة اندهاش أن هذا الصنيع لآبائها وأجدادها. فتبسم، عرف أنها جاهلة. إذا هذه مرشدة سياحية بالجهل هذا فكيف غيرها؟ وكتب قصيدة من أجمل قصايده. في آخر بيت في قصيدته جواب على استفسارها. قصيدته في مطلعها يقول: في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما أطيب اللقيا بلا ميعاد، عينان سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعادي، هل أنت إسبانية سألتها قالت وفي غرناطة ميلادي، غرناطة وصحت قرون 7 في تلك العينين بعد رقادي، وأمية راياتها مرفوعة وجيادها موصولة بجيادي، ما أغرب التاريخ كيف أعادني لحفيدة سمراء من أحفادي، وجه دمشقي رأيت خلاله أجفان بلقيس وجيد سعادي، ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي وورائي التاريخ قوم رمادي، الزخرفات أكاد أسمع نبضها والزركشات على السقوف تنادي، قالت هنا الحمراء زهو جدودنا فاقرأ على جدرانها أمجادي أمجادها، ومسحت جرحا نازفا ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي، يا ليت وارثتي الجميلة أدركت أن الذين عانتهم أجدادي عانقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد.